السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وخفيفة. هنعمل النهاردة كفتة اقتصادية جدا، وطريقتها مفيش أسهل منها بخطوات بسيطة. وبجد دي من أحلى الطرق اللي ممكن تجربوها في الكفتة، لأنها تطلع معانا الكفتة جوسي وطرية جدا، وكمان مش ناشفة ومش مفرولة خالص. والميزة في الوصفة دي إن احنا ممكن نعمل منها كمية ونفرز منها جزء، وتكون جاهزة عندنا وقت ما نحتاجها في أي وقت هنلاقيها موجودة. شايفين بقى قد ايه معانا طرية وجوسي جدا، ومش ناشفة خالص ولا مفرولة. وده لان الطريقة اللي احنا عملناها بيها مظبوطة جدا. فيلا بينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونشوف عملناها ازاي. واول حاجة معانا وهي اللحمة المفرومة. هنستخدم نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويفضل ان هو يكون عليها نسبة دهون حوالي 20%، وده عشان الكفتة تطلع طرية وجوسي كده وما تنشفش. هبدأ احطها في طبق كبير، وبعد كده هضيف عليها 20% من الدهون، يعني حوالي 125 جرام. ممكن تستخدموا دهون عادي او ليا ضاني. بعد كده هضيف عليها بطاطساية مبشورة ناعم ويكون حجمها وسط. هنحط عليهم كمان جزرة وسط مبشورة ناعم جدا، وكمان هنضيف بصلة تبقى كبيرة وهنبشرها ناعم او ممكن نفرمها في الكبة. وبالنسبة للبصل والبطاطس فهنصفيهم كويس من المية اللي بتكون موجودة فيهم، وده عشان لو سبناهم من غير ما نصفيهم وده هيخلي الكفتة تفك مننا. فهنصفيهم كويس من المية قبل ما نضيفهم. بعد كده هنضيف عليهم قرن او قرنين فلفل احمر مفرومين ناعم جدا، وهنصفيهم كويس عشان لو فيهم اي مية. وممكن تستخدموا الفلفل العادي او الفلفل الحراق، فده على حسب انتوا عايزين الكفتة تبقى طعمها ازاي. يعني لو عايزين الكفتة سبايسي شوية ممكن تحطوا فلفل حراق. وبالنسبة لمية البصل بالفلفل فاحنا هنسيبها على جنب عشان هنحتاجها كمان شوية. بعد كده هنحط عليهم فصين توم مفرومين. هنحط كمان معلقة هريسة شطة. وبالنسبة للبهارات اللي هنستخدمها فمعايا اول حاجة معلقة كبيرة من بهارات الكفتة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة قرفة ودي بتدي ريحة حلوة جدا للكفتة، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة ملح صغيرة. والملح هنا على حسب الرغبة، يعني لو حابين تزودوا او تقللوا من الملح فده على حسب رغبتكم. ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. هنضيف كمان شوية بقدونس متقطعين ناعم، وده هيضيف نكهة حلوة جدا للكفتة، وكمان شكلها بيبقى حلو. وبعد كده هنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. ممكن تقلبوها بايدكم لعند ما المكونات دي تندمج مع بعض كويس جدا، او ممكن تحطوها في الكبة تفرمها ناعم جدا. وبعد ما قلبناها كويس والمكونات اندمجت مع بعض كويس جدا هنبدأ ان احنا نشكلها. وبالنسبة لمية البصل والفلفل اللي احنا كنا سايبينها على جنب، فهنحط على مية البصل معلقة صغيرة من البابريكا العادية مش مدخنة، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار زيت. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس، والمية دي هتساعدني في تشكيل الكفتة. ودلوقتي هنبدأ نشكل الكفتة، بس اول حاجة لازم ابل ايدي بشوية مية البصل عشان الكفتة ما تلزقش في ايدي، وكمان تكون سهلة واحنا بنشكلها. وبعد كده هاخد جزء من خلطة الكفتة يكون حجم وسط شوية، وبعدين هبدأ اسويها بايدي كده على شكل مستطيل، ونحاول نظبطها وتكون متساوية في الطول والسمك، وده عشان ما تكونش تقيلة من ناحية وخفيفة من ناحية تانية. واحنا بنصبع الكفتة نحاول نخليهم كلهم في نفس الحجم تقريبا، وده عشان كلهم يستووا مع بعض وما يبقاش في واحدة استوت والتانية لسه. وكل شوية هبل ايدي بمية البصل عشان تسهل عليا في التشكيل. وبعد ما بصبعهم بحطهم على طول عندي في الصينية، والصينية دي انا ما دهنتهاش باي مادة دهنية. وبعد كده هبدأ اعمل خطوط على الكفتة، ودي بتخلي شكل الكفتة النهائي بيبقى شكلها حلو جدا. هعمل خطوط دي باي حاجة متوفرة، انا هنا هعملها بسباتولا. وانا بعملها بدوس بس على خفيف، يعني ما بضغطش جامد على الكفتة.
ودلوقتي هبدأ امسحها بفرشة من الصوص اللي احنا عملناه، والصوص ده هيديها لمعة حلوة قوي، وكمان هيخلي طعمها حلو. وبعد ما بمسح عندي الكفتة بالصوص اللي معايا، هنبدأ ان احنا ندخلها الفرن. لو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. ودلوقتي هنبدأ ندخل الكفتة الفرن على حرارة 200. هندخلها في الرف الوسطاني وهنسيبها لعند ما تستوي، وهي ما بتاخدش وقت كبير وهي في الفرن، يعني من تلت ساعة لنص ساعة هتلاقوها استوت معاكم وبقت جاهزة. وطبعا الوقت بيختلف على حسب حرارة الفرن، بس اهم حاجة انكم ما تسيبوش الكفتة كتير في الفرن عشان ما تنشفش منكم. ولو حسيتوا ان وشها عايز يتحمر شوية، ممكن تفتحوا عليها الشواية من دقيقة لدقيقتين. وبكده الكفتة هتكون معانا خلصت. وبجد دي من اسهل واسرع الطرق اللي ممكن تجربوها في الكفتة، وطعمها في الاخر بيبقى حلو جدا. وبكده الكفتة هتكون جاهزة معانا للتقديم. انا بحب اقدمها على طول وهي سخنة، وعملت لها كده خلطة، والخلطة دي بتبقى حلوة جدا مع الكفتة. جهزت لها شوية بقدونس قطعتهم، وكمان بصلة صغيرة قطعناها شرايح، وكمان طماطماية صغيرة هنقطعها برضو شرايح، وبعدين حطيت عليهم سماق. واخر حاجة بقى ان احنا هنقلبهم مع بعض، وفي الاخر هنقدمهم مع الكفتة. وبجد دي من اسرع الخلطات اللي ممكن نعملها، بتدي شكل حلو جدا للكفتة، وكمان طعمها بيبقى حلو قوي معاها. واللي بيعجبني في الوصفة دي انها بجد سهلة جدا وبسيطة، وخطواتها واضحة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت. شايفين بقى قد ايه الكفتة طرية وجوسي من جوه، وكمان متماسكة ومش ناشفة ولا مفرولة خالص. ممكن بقى تقدموها جنب شوية رز او عيش، ومعاهم سلطة خضراء او طحينة. وبجد دي من الوصفات اللي لو جربتوها مرة هتكرروها على طول. وبالهنا على اللي هيجربها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.